انا طالبة منكم طلب بسيط، الله يرضى عليكم ان انتوا تدعوا للست دي لانها عملت فيا جميلة عمري ما هنساها لها. الله يبارك فيها ويبارك في اولادها ويبارك فيكم جميعا. قبل كل حاجة هقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مدته 5 دقايق، كل اللي انا طالباه منكم ان انتوا تدعوا للست دي وتدعوا لبناتها لانها دايما بتبعت لي وتقول لي يا خالتي نصر ادعي لبناتي. هي تقريبا عندها اكتر من بنت ونفسها ان هم يتجوزوا وربنا سبحانه وتعالى يكرمهم بأزواج صالحين. ربنا يوعد أولادكم ويوعد أولاد المسلمين كلهم، بنات المسلمين كلهم بأزواج صالحين يتقوا الله فيهم، اللهم أمين يا رب العالمين. المهم عايزة أقول لكم على حاجة، إيه اللي عملته فيا الست دي؟ من أيام الكورونا أنا كان نفسي إن أنا أروح أعمل عمرة. المهم حوشت قرش على قرش لحد ما جمعت الفلوس، وكمان رحت عملت جواز السفر وظبطت كل حاجة، ولغاية ما دفعت الفلوس وتحدد لي اليوم اللي انا هسافر فيه. ولكن للأسف إيه اللي حصل؟ عايزة اقول لكم ان في الوقت ده كانت في ناس مسافرة، اعرفها، كانت في ناس مقدمة زي حالاتي كده وربنا كرمها بالسفر. لكن للأسف جه وقت السفر بتاعي وحصل موضوع الكورونا. مش قادرة اقول لكم انا كنت في نكد عامل ازاي. قعدت اعيط واقول ربنا مش راضي عني، انا كبرت وانا كان نفسي اعمل عمرة وعملت الورق وحضرت الفلوس، ليه ربنا ما قسمليش ان انا اعمل عمرة؟ وفضلت متنكدة وفضلت اعيط والله العظيم زي ما بقول لكم كده. وبعدين استرديت الفلوس وبصراحة الفلوس اتصرفت. المهم جينا بعد بتاع سنة أو اتنين، كنت طبعا في شغل وبقيت أقول للمدام اللي أنا عندها أنا نفسي يا مدام أروح أعمل عمرة، أنا نفسي يا مدام، أنا نفسي أروح أعمل عمرة قبل ما أموت، ما تيجي يا مدام نسافر مع بعض أنت مش عارفة. المهم نشجع بعض. المهم وأنا بتكلم أروح معيط أقول ربنا بيكرهني وما بيحبنيش ومش قابلني إن أنا أروح أعمل عمرة. لحد لما اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا النبي، لحد لما بصيت للمدام هي واحدة قريبتها من كتر إلحاحي عليهم، وانا بقول لهم طب اسالوا لي على مكتب، اسالوا لي على مش عارفه فيزا، اسالوا لي على ايه. المهم في الوقت ده انا ما معيش فلوس بس انا نفسي اسافر. المهم يا جماعه بصيت لقيت الست دي الاتنين، الست دي وصاحبتها، آه لقيتهم بيحضروا للعمرة. طب انتم مسافرين ازاي؟ قالوا لي بصي احنا هنعمل معاكي واجب. هنعمل ايه معاكي يا نصرة؟ احنا هنسافر احنا الاتنين وهنأجر أوضة، انت بس هتدفعي تمن الفيزا، تمن الفيزا غالي، مش عارفة تقريبا حاجة و30 ألف. هيقعدوا كام يوم؟ 4 أيام. جت بنتي بقول لها كذا كذا، قالت لي يا ماما 4 أيام، أولا أنا ما كانش معايا الفلوس، ثانيا 4 ايام. الناس البسطاء اللي زي حالتنا يحبوا ان هم لما يسافروا يقعدوا شهر، اسبوعين، 10 ايام، لان هم الله اعلم ممكن ما يسافروش تاني لان بالنسبة لنا دي حاجة مكلفة. لكن الناس اللي هم التانيين ربنا يوسع عليهم في استطاعتهم ان هم يسافروا يوم او اتنين يعملوا عمرة، ما عندهمش اي مشكلة. كمان هم في مشكلة عندهم ان هم شغلهم من الصبح لاخر اليوم، فبالنسبة لهم موضوع السفر ده يعني صعب جدا. يعني في حاجات وفي حاجات. المهم قالوا لي بص احنا هنأجر أوضة بس احنا الفيزا هناخدها في المطار لان هم متعودين ان هم يسافروا بلاد اوروبية، فبالنسبة لهم الفيزا مش مشكلة، الفيزا مشكلة بالنسبة لي انا. المهم بقيت مترددة، طب وانا هجيب الفلوس منين؟ طب ده هم بس هي ايه، هيقعدوني في الأوضة معاهم 3 ايام. المهم انا رفضت الفكرة وما اقتنعتش بيها لحد سبحانك يا رب ما تيجي سيدة فاضلة من الكويت تبعت لي فلوس وتقول لي يا خالة نصر ادعي لبناتي بالذرية الصالحة. ودي كانت الحكاية، الله يكرمها ويسترها في الدنيا والآخرة ويسعدها ويسعد أوقاتها ويسعد سنينها ويسعدكم جميعا يا رب، يسعدكم جميعا ويجيب لكم كل الخير ويرزقكم جميعا الخير وحسن الخاتمة. ادعوا لبنات الست دي الله يرضى عليكم، ادعوا لبناتها لان يبدو ان هي عندها اكتر من بنت ونفسها ان هم يتستروا بازواج صالحين. ربنا يبعت لكم ويبعت لاولادكم واولادها ازواج صالحين. ده الطلب اللي انا طالباه منكم، ربنا يكرمكم جميعا. وكل خطوة بنخطيها ما بتجيش غير بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. وسبحانك يا رب أول
ما بعتت لي الفلوس، تقولوا ان الموضوع كان مترتب في ثواني، كل حاجة كانت جاهزة وربنا كرمني وسافرت العمرة واتبسطت. ربنا يكرمكم ويكرمني بعمرة تانية ويكرم جميع ما خلق على وجه الأرض. بحبكم في الله، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.